هنتعلم مع بعض مهاره جديده. هسالكم سؤال وهخليكم تدربوا عقلكم وتقولوا لي الرد اللي انتوا هتتعاملوا بيه. تخيلوا كده حد قرر ان هو يبتزكم. الموقف ده يا بنات المفروض ان انتوا تفكروا فيه انتوا كمان وتكتبوا لنا في الكومنتات هتتعاملوا معاه ازاي، علشان المفروض ان هو هيعزز التفكير المنطقي وحل المشكلات في عقلكم. بس احنا بنتدرب دلوقتي عادي جدا وكأن الموقف ما حصلش، بس انتوا هتتخيلوا ان هو هيحصل، هتتعاملوا معاه ازاي. دلوقتي واحد بيبتزكم، ماسك عليكم صور او بيهددكم باي حاجه معينه وانتوا خايفين وقررتوا ان انتوا هتتعاملوا معاه ازاي؟ اي صفحه اللي هم طبعا مع المرأة مع حقوق المرأة، وبرده هكلمه وابعت لهم السكرينات او بس اخد السكرينات ورقم الشخص وانزل على اقرب مركز شرطه وابلغ عليه برده. تمام ماشي. وانت يا ندى؟ هتجي لحد كبير وهعرفه وهقول كل حاجه بصراحه، وهعمل فيه محضر وهجيب حقي، و يعني هعمل يعني تاخدي رد فعل قوي. رد فعل قوي وبعقل واعمله، بس ما افضحش الدنيا ولا اروح اعمل كذا وكذا وما اتهورش وما اقلبش الدنيا. اصلا مفيش حد هيعمل كده واكيد انا مش هعمل كده. لكن لو انا في مكان كده اكيد هروح اقول لجدي لبابايا، مش هخاف، لا هقول كل حاجه بصراحه وهعرفهم وهوريهم كل شيء من اوله لاخره، وانصح اي بنت ما تعملش كده اصلا. يعني برافو. الموضوع ده Give me five. Give me five. يعني دلوقتي مريم هتتجه ان هي تلجأ لحد متخصص في السوشيال ميديا وكمان تلجأ لحد يساعدها في الموضوع ده، بس انت هتقولي لاهلك ولا هتلجئي بدون ما تعملي شوشره وقلق لاهلك؟ لا هو بالفعل هرجع لمامتي اول واحده واخويا وبابايا. ندى كمان قالت هتلجأ لحد كبير، فده الصح يا بنات. ما تخافوش ابدا من اي حد بيبتزكوا او اي حد بيحاول يضغط عليكم. اي موقف زي ده لازم تكونوا شجعان زي ندى ومريم، ولازم تاخدوا قرار قوي وتروحوا فورا تتوجهوا لحد كبير علشان يساعد. موقف النهارده وفهمنا ان احنا معانا بنات شجعان وبطلات هيقدروا يتحدوا اي موقف قدامهم ويقدروا يكونوا امهات 100 100.